السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة كلام العراقيين ما بدأ يأثر لا بحكومة ولا بغير حكومة. طيب الخلل وين؟ الخلل مو الخلل، احنا راح نسوي الصمت. الصمت يأثر أكثر. صمت أبلغ. نعم. يقول إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخيرا من إجابته السكوت، فإن كلمته فرجت عنه، وإن تركته كمدا يموت. هاي شعر قديم هذا. الحقيقة هاي الحكومة وغيرها ما يقبلون، حتى الإصلاح ما يقبلون. هسه الفقير من يقول شنو غيرها شنو غيرها نقول الفقير إذا يقول جوعان نقول له يطبك مرض، يقول ما عاد راتب نقول له يطبك مرض. اي تعرف ليش؟ لأن الفقير مواطن عراقي، والفقير عليه أن ينهض. الفقير حتى الأرملة حتى اليتيم كل العراقيين ينهضون. يعني انت هسه متيقن انه هسه من جاي يشاهدك او جاي يشاهد يعني يقول هاي العباره اللي يقول نعم. انت استاذ اعلام العراقي، انتم واحنا ما ننفع، ما يحل مشكله. تدري ليش؟ ايام الجدب، ايام ما تسقط المطار، كانوا يجوعون الصبيان والشياب والعجائز والايتام والارامل، يطلعون لله بالصحراء يدعون الله تمطر الدنيا. اذا ما يصير اضطرار ما يصير نصر، ولا يصير تصليح ولا اصلاح ولا تغيير ولا كان من يكون. لذلك احنا يعني حقيقه الاضطرار اكثر من هذا الاضطرار. اضطرار اكثر من يعني تكتمل من هذا الواقع، من تكتمل حلقات استاذ، والانسان العراقي يحس انه نفسه من ينطيها مو خساره بالعراق. يلا يصير الاصلاح. اما انا شعليه وما عليه وبجار ولا بيه، هاي مشكله. هاي بجار ولا بيه. بجار ولا وبخوي ولا بيه وش عليه وما عليه. هو هاي مرض العراقيين. طيب هاي المصطلحات شلون نقدر نلغيها من هالمجتمع؟ ما نلغيها اذا ما يصير عندنا نكران ذات، اذا ما تحس العراق، اذا ما تقول كلامك انه ماكو روح انتماء. ماكو انتماء. لذلك انا رفع الشعار قل هو العراق واحد، العراق صامت، لم يلد الا الابطال ولم يولد على ارضه جبناء. فاذا تكونون ابطال يصير تغيير واصلاح، اذا تكونون جبناء لا تغيير ولا اصلاح. والقرار امريكي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.